هل شاهدتم ما فعله ياسين بونو؟ مباراة مجنونة أمام هولندا، وتصديات جعلت الجماهير تقف احتراما له. هل بونو هو أفضل حارس في تاريخ المغرب؟ وهل يستحق أن يكون من أعظم حراس أفريقيا والعالم؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية، لأننا سنحلل كل ما حدث. تحليل مباراة المغرب ضد هولندا. بونو يصنع التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قدم المنتخب المغربي مباراة كبيرة أمام منتخب هولندا في دور 38 من كأس العالم 2026. المواجهة كانت صعبة أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، لكن أسود الأطلس أظهروا شخصية البطل ولم يستسلموا حتى النهاية. منذ الدقائق الأولى حاول المنتخب الهولندي فرض أسلوبه بالاستحواذ والضغط، لكن دفاع المغرب كان منظما بقيادة لاعبيه، بينما كان ياسين بونو حاضرا في كل لقطة. وعندما وصل الهجوم الهولندي إلى منطقة الجزاء، ظهر بونو بتصديات عالمية أنقذت المنتخب المغربي أكثر من مرة، ليؤكد مرة أخرى أنه من أفضل حراس المرمى في العالم. الهجوم المغربي بدوره صنع العديد من الفرص الخطيرة، مع سرعة المرتدات وتحركات اللاعبين، ليبقى المنتخب منافسا حتى آخر لحظة من اللقاء. وعندما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، وهنا بدأت لحظة البطل. ياسين بونو وقف بكل ثقة أمام لاعبي هولندا، وتمكن من التصدي لركلات حاسمة، بينما سجل لاعبو المغرب ركلاتهم بنجاح، ليحسم أسود الأطلس التأهل وسط فرحة جماهيرية كبيرة. لماذا يعتبر بونو الأفضل؟ بونو لا يكتفي بالتصديات فقط، بل يمنح الثقة لخط الدفاع بالكامل. يمتاز بسرعة رد الفعل، التمركز الممتاز، الهدوء تحت الضغط، الخبرة في المباريات الكبرى، التألق في ركلات الترجيح. كل هذه الصفات جعلته أحد أفضل حراس العالم خلال السنوات الأخيرة. وبعد هذا الأداء التاريخي أمام هولندا، يؤكد بونو مرة أخرى أنه أسطورة حقيقية في تاريخ الكرة المغربية. تقييم لاعبي المغرب: بونو 10/10، نجم المباراة بلا منازع. الدفاع 9/10، انضباط كبير. خط الوسط 8.5/10، سيطر على فترات مهمة. الهجوم 8.5/10، صنع فرصا عديدة واستغل اللحظات المهمة. الخاتمة بهذا الفوز يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، ويؤكد أنه قادر على منافسة أكبر المنتخبات. ويبقى السؤال لكم: هل تعتقدون أن ياسين بونو هو أفضل حارس مرمى في تاريخ المغرب؟ وهل يستطيع أسود الأطلس الذهاب بعيدا في البطولة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.